السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة ثانوية عامة وولادي في جميع أنحاء الجمهورية، في قضية داخلين على أجازة نص السنة وإزاي نقضي أجازة نص السنة بشكل فعال. بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت محتاج تفصل، وفي نفس الوقت محتاج ان انا استغل ان معظم المدرسين لو ما كانش كلهم مدين اجازه على الاقل اسبوع ولا اسبوعين ولا 10 ايام، ما اعرفش، على حسب كل مدرس في الجمهوريه وعلى حسب مادته وعلى حسب ظروفه وعلى حسب رؤيته. فانت محتاج تعمل حاجتين. فازاي تقضي الاجازه من وجهه نظري؟ بص يا سيدي، افرض ان انت عندك مثلا 6 ايام، فما عنديش رفاهيه ان انا اخد الاجازه الطويله دي، ما ينفعش في الفتره اللي احنا فيها دي، ما عنديش الرفاهيه دي. فانت عندك اوبشن من ثلاثه. الاولاني ان انت تقسم الاجازه بالطول. يعني ايه بالطول؟ يعني هم 6 ايام مثلا، هدي لنفسي هفصل يوم كامل مش هذاكر خالص، واذاكر يومين، واذاكر يوم، وافصل يوم واذاكر يوم وكده، يعني بالشكل ده كده. ففي الاخر انا عملت 3 ايام اجازه، بس انا مش عاوزهم اخدهم على بعضهم، عاوز اخدهم ايه بالكده. الطريقه الثانيه ان انت تاخدها على بعضها. فانا هاخد مثلا هم 6 ايام، هاخد اول 3 ايام هفصل خالص، مش هعمل حاجه ولا همسك كتاب، او هكون في سفر مع اهلي او ايا كان، بس ال3 ايام التانيين هذاكر، هقسمها بالشكل ده. الطريقه الثالثه والاخيره ان انت تقسمها بالعرض. بقى قول لي ازاي؟ يعني انت مثلا عادي ال6 ايام انا هعمل الحاجتين، لو انا مثلا في البيت مفيش سفر مفيش اي حاجه، فانا هعمل الحاجتين. كل يوم مثلا الصبح هصحى من الفجر او من الصبح، اقعد اذاكر لحد العصر، ومن بعد العصر افيل فري بقى اعيش حياتي، او من بعد المغرب، او حسب ظروفك. يعني هاخد لي 3-4 ساعات بالليل اتفرج على حاجه، اخرج، اعمل اي حاجه مختلفه، وبعدين ابدا اجدد نشاطي تاني يوم، وهكذا. فاكون خدتها بالعرض. فيا اما بالطول يا اما بالعرض، وربنا يعينكم ويوفقكم ويكرمكم، ونشوفكم على خير والفين سلام.